السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلبة ثالثة ثانوي؟ معكم مستر أحمد الشاذلي مدرس الفلسفة وعلم النفس. بإذن الله النهارده نكمل مع بعض باب الذكاءات والتعلم في علم النفس. احنا خدنا مع بعض المرة اللي فاتت نظرية التعلم الشرط الكلاسيكي ونظرية التعلم بالمحاولة والخطأ. النهارده هنكمل مع بعض نظرية جديدة من نظريات التعلم اسمها نظرية التعلم بالفهم والاستبصار. تعالى لما كده ندردش مع بعض شوية ونشوف النظرية دي بتتكلم عن ايه ومين هم العلماء، وهل في فعلا عندنا حيوانات برضو هنعمل عليها تجارب ولا لا. طيب هي النظرية دي من اسمها نظرية ايه؟ اسمها نظرية التعلم بالفهم والاستبصار. يعني ايه يا مستر احمد الكلام ده؟ يعني ايه استبصار الاول؟ استبصار يعني ادراك، يعني دي النظريه الوحيده اللي فيها ادراك وفيها فهم. طيب مين علماء النظريه؟ بص بقى، مؤسسين النظريه او علماء النظريه اللي انشا عندنا النظريه دي 3 علماء، يمكن انت سمعت عنهم قبل كده بس تعالى مش عاوز افاجئك دي. بص يعني ال3 علماء دول، واحد اسمه كوفكا، واحد اسمه كوهلر، واحد اسمه فيرتهايمر. انت سمعت اسامي العلماء دي قبل كده؟ سمعتهم قبل كده السنه اللي فاتت. دول اسمهم علماء الجشتالت. مين بقى مستر احمد علماء الجشتالت دول؟ تعالى لما اقول لك عليهم. بص يا ريس، علماء الجشتالت دول كالتالي. اثباتي بقى كده. مين هم علماء الجشتالت؟ علماء الجشتالت عندنا 3 لسه قايلينهم، كوفكا عشان يتمسحوا بقى معلش، وكولر وفيرتهايمر. كوفكا وكولر وفيرتهايمر دول علماء الجشتالت، دول انت خدتهم السنه اللي فاتت في نظريه او مدرسه الجشتالت. طب العلماء دول بيقول لك ايه؟ العلماء دول بيقول لك ان ادراك الفرد للاشياء يبدا بادراك الصيغه الكليه. ادراك الفرد للاشياء يبدا بادراك الصيغه الايه؟ الكليه، ثم الجزئيه. يعني انت كفرد بتدرك الشيء ككل الاول، ثم بعد كده كجزء. ازاي يا مستر احمد؟ انا مش فاهم حاجه. تعال اقول لك على حاجه. لو جيت قلت لك تعالى نعلم طفل يقول كلمه ماما او يقول كلمه بابا، في البدايه لما يجي الطفل يقول كلمه ماما او يقول كلمه بابا، هل هنا دلوقتي هتعلمه في البدايه ان هو يقول ميم الف ميم الف، ولا هتعلمه الاول في البدايه ان هو يقول ماما على طول؟ لا، انا هعلمه الاول في البدايه يقول ماما على طول، وبعد كده هبتدي ان انا اجزأها له لعده حروف. برضه هكذا لو علمته كلمه بابا هقول له قولها كلها على بعضها، تمام، وبعد كده هقسمها له ب الف ب الف. فهنا دلوقتي انا عاوز اوصل لك معلومه ان ادراكنا للشيء بيبدا بادراك الصيغه الكليه، ثم بقسمها لمجموعه من الاجزاء. فجاءوا علماء الجشتالت قال لك ليه بقى؟ قال لك لان الكل اكبر من مجموع اجزائه. والله هم وصلوا في الاخر ان الكل اكبر من مجموع اجزائه. يا مستر احمد انا مش شايف ان في كلام جديد. ما يا حبيبي انا عاوز اقول لك على حاجه. هنا دلوقتي انا لما باجي ادرك الشيء الاول بدركه في البدايه كمجموعه كليه. حتى دلوقتي لما نيجي نخش على باب النمو هيجي يقول لك ان في نمو جسم الانسان الطفل لما بيجي وهو صغير بيجي يمسك اي حاجه بيمسكه بايده كلها، وبعد كده بيتعلم ازاي يمسك بصوابعه بس. يبقى الادراك الكلي الاول ثم الادراك الجزئي. حتى لما انا باجي افهم الدرس ببتدي ان انا اخد معلومه عامه عن الدرس اللي انا هدرسه ككل، وبعد كده ببتدي اقسمه لعده اجزاء لما انا اجي احفظه او اجي افهمه. فهنا ادراكنا للاشياء بيبدا بادراك الصيغه الكليه ثم الجزئيه. انا كده بدات معاك باول جزئيه. مين هم علماء الجشتالت؟
وقلنا 3 علماء، كوفكا وكولر وفيرتهايمر، ودول قالوا ايه؟ قال لك ان ادراكنا للشيء بيبدا بادراك الصيغه الكليه ثم مجموعه اجزاء. طيب ايه اللي حصل تاني يا مستر احمد؟ قال لك دلوقتي تاني حاجه بيقول لك عليها ان اكتر ما يميز هذه النظريه ان هي بتعتمد على حاجتين: الادراك والفهم. اكتر حاجه بتميز النظريه دي عن باقي النظريات الاخرى ان هي بتعتمد على الادراك والفهم. ليه يا مستر احمد؟ قال لك والله لان باقي النظريات السلوكيه السابقه، باقي النظريات السلوكيه السابقه اللي هي ايه النظريات السلوكيه السابقه؟ قال لك زي عندنا نظريه التعلم الشرطي الكلاسيكي، ونظريه التعلم بالمحاوله والخطا. باقي النظريات السابقه دي لما احنا جينا درسناها هل كانت بتعتمد على الفهم والادراك؟ قال لك لا، باقي النظريات السابقه دي كانت بتعتمد على حاجه اسمها المثير والاستجابه. لكن النظريه اللي عندنا دي بتعتمد على حاجه مختلفه تماما عن المثيرات والاستجابات، هي بتعتمد على الفهم والادراك اللي هو الفهم والاستبصار، ودي اكتر حاجه كانت مميزه للنظريه دي. طيب انت كده مستر عرفت لي مين النظريه، مين علمائها، وايه اكتر حاجه بتميز النظريه دي. طيب ايه هي الحيوانات اللي احنا هنعمل عليها التجارب دي؟ بص يا عم مش عايزك تستعجل معايا، ركز معايا كده الاول. الحيوان اللي احنا هنعمل عليه التجربه عندنا كان القرد. القرد ده نظريه مشهوره جدا، خاصه النظريه دي نظريه حديثه، ان جم علماء الجشتالت راحوا جابوا ايه؟ جابوا قفص، وراح حطوا جوه القفص بعض الصناديق في اركان القفص، وحطوا في ارضيه القفص عصايه، وحطوا في سقف القفص من فوق موز، هنعتبر ان ده موز. طيب وحطوا في القفص من بره موز برضه. المهم ايه اللي حصل؟ بدأ القرد ان هو بدأ يبص نظرة عامة للقفص وما داخله من صناديق وعصاية، وخارج القفص من موز. فبدأ القرد يعمل ايه بعد ما أدرك الشيء اللي موجود جوه والحاجات اللي موجودة اللي هيستخدمها؟ بدأ يستخدم الصناديق اللي موجودة في أركان القفص كوسائل للوصول للموز اللي متعلق في أعلى سقف القفص، وبدأ يمسك العصاية اللي موجودة في القفص من جوه يستخدمها إن هو يوصل للموز اللي بره. هنا دلوقتي ليه القرد يا مستر ما استخدمش الصناديق والعصايه كادوات للعب والتسليه، او ليه ما فضلش يتنطط عشان يوصل للموز اللي هو كمثير والاستجابه؟ قال لك لا، هنا النظريه دي الوحيده اللي اعتمدت فيها على الفهم، وبدا القرد يدرك الشيء الكلي الاول، اللي هو بدأ يبص بصة عامة أو نظرة عامة على الحاجات اللي موجودة، وعرف إن الصناديق هقدر أستخدمها للوسائل اللي فوق، تمام، وهستخدم العصاية عشان أجيب بيها الحاجات اللي بره. فهنا بقى بالتالي نظرة عامة الأول، وبعد كده بدأ يستخدم كل حاجة لوحدها اللي هو بعد كده كجزء. فهنا بقى النظريه دي اعتمدت على الفهم وليس الحفظ. فبيجي العلماء يجي يقول لك هنا علماء نظريه الجشتالت بيقول لك ان القرد لم يدرك ان الصناديق والعصا انها ليست ادوات للعب والتسليه، ولكن هي ادوات للوصول للهدف. طيب أنا متعود يا مستر إن في النظريات السابقة كان في قوانين للنظرية، النظرية دي الوحيدة اللي ملهاش قوانين، النظرية دي ليها خصائص وصفات مميزة لها. طب إحنا عندنا كم خاصية أو كم صفة؟ إحنا عندنا 5 خصائص. إيه هي خصائص النظرية؟ ركز كده معايا. أول خاصية بيقول لك عليها من نظرية التعلم بالفهم والاستبصار. بص بقى بيقول لك إيه؟ قال لك دلوقتي ان نظرية التعلم بالفهم مالها خالية من الأخطاء. يعني ايه يا مستر احمد نظرية التعلم بالفهم والاستبصار خالية من الأخطاء؟ يعني ما فيهاش غلط. طب تعالى كده لما نمسك كلمة ونميزها. قال لك نظرية التعلم ما عليهاش أي حاجة، بالفهم والإدراك مالها بقى خالية من الأخطاء. تعالى لما نقف عند كلمة بالفهم، هنمسك كلمة بالفهم دي ونجيب طالب ودي طالب تاني،
الاولاني معتمد بالدرجه الاولى على الحفظ، والطالب الثاني معتمد بالدرجه الاولى على الفهم. وجينا دلوقتي ادينا لكل طالب امتحان. فهنا دلوقتي مين اكتر الطلبه اللي هتحصل على اعلى الدرجات؟ هل الطالب الحافظ؟ لا، لان الحفظ بيتنسي بسرعه، لكن الفهم من الصعب نسيانه. طيب فهنا دلوقتي لو جينا قيمنا من حيث الوقوع في الاخطاء، مين اكتر الطلبه هتقع في الخطا اللي بيعتمدوا على الحفظ؟ طيب الطالب اللي بيعتمد على الفهم نادرا لما بيبقى فيه اخطاء لديه، فعشان كده قال لك نظريه التعلم بالفهم والاستبصار خاليه من الاخطاء. طيب تاني خاصيه بيقول لك ايه؟ ان مرحله الانتقال من قبل الحل إلى مرحلة الحل هو انتقال مفاجئ. يعني ايه يا عم احمد؟ تعالى كده اقول لك على حاجة. لما انا اجي اسمع درس وما كنش عارف عنه حاجة قبل كده، يعني انت ما كنتش تعرف حاجة عن نظرية التعلم بالفهم والاستبصار، فلو جيت قلت لك تعالى نحل هتقول لي يا مستر انا مش هعرف احل خالص. فهنا دلوقتي انت ما تفهمش اي حاجة في الدرس، فجيت اديتك الدرس وبعد كده اديتك ايه الاسئلة، هتعرف تحل؟ اكيد بنسبة 70%. فهنا دلوقتي الانتقال من مرحلة ما قبل الحل اللي هو قبل ما تاخد الدرس إلى مرحلة الحل، ده انتقال اسمه انتقال ايه؟ مفاجئ. طب تعالى لما نطبقها على القرد أول ما دخل القفص بدأ يدرك الأجزاء اللي موجودة من صناديق وعصاية، وبدأ إن هو يستخدمها كوسائل للوصول للهدف. فهنا الانتقال من مرحلة ما قبل الحل لمرحلة الحل مش انتقال بيحصل في تخطيط مسبق، لا، هنا دلوقتي هو قعد يفكر شويه وبعد كده وصل للهدف، ده انتقال مفاجئ. هل في عده محاولات وتكرار زي نظريه السابقه؟ لا. طيب ثالث خاصيه بيقول لك نظريه التعلم بالفهم والاستبصار مالها؟ تحتفظ بالمعلومات لمدة طويلة. تعال نركز على الجملة دي شوية. نظرية التعلم بالفهم والاستبصار بتحتفظ بالمعلومات لمدة طويلة. ازاي؟ والله انا كنت دلوقتي في ثانوي زيك، كان في مدرس بيعتمد ان هو اثناء وهو بيشرح الدرس كان بيعتمد على تشخيص الشخصيات. يعني لو في شخصيه لارسطو كان بيلبس لبس ارسطو، لو في شخصيه لاي شخصيه عندنا في المنهج كان بيجسد الشخصيات دي. فانا لحد دلوقتي نتيجه ان انا ما حفظتش وردد واقول وراه، انا فهمت اللي بيقوله، فلحد يومنا هذا انا فاكر الدرس. ليه؟ هنا دلوقتي يا مستر احمد انا لما فهمت الدرس هل هنساه؟ قال لك لا، هحتفظ بالمعلومات لمده طويله، ودي بنسميها عندنا في علم النفس بنسميها المدى الزمني. فهنا بالتالي انا خدت كام خاصيه؟ 3 خصائص. اول خاصيه عندنا جيت قلت دلوقتي عندنا نظريه التعلم بالفهم والاستبصار خاليه من الاخطاء ما فيهاش عيوب. قلت لك نظريه التعلم بالفهم والاستبصار تحتفظ بالمعلومات لمده طويله، وده عندنا اسمه المدى الزمني، لان انا صعب ان انا انسى الكلام ده. ثالث حاجه قلت لك ان مرحله الانتقال ما قبل الحل لمرحله الحل انتقال مفاجئ. هل انا هنا دلوقتي قعدت احاول واغلط احاول واغلط؟ لا، هنا دلوقتي في فهم، فهنا دلوقتي في انتقال للاجابه مفاجاه. طيب الخاصيه رقم 4، نظريه التعلم بالفهم والاستبصار تحتفظ بالمعلومات في الذاكرة طويلة المدى. ايه ده؟
يعني ايه يا مستر احمد الذاكره طويله المدى؟ احنا خدنا قبل كده في تانية ثانوي ان احنا عندنا 3 انواع من الذاكره. ذاكره حسيه ودي بتحتفظ بالمعلومات لجزء من الثانيه، وعندنا ذاكره قصيره المدى ودي بتحتفظ من ثانيه ل 30 ثانيه، وعندنا ذاكره طويله المدى ودي بتحتفظ بالمعلومات مدى الحياه ولا يمكن نسيانها. زي ايه يا مستر احمد؟ زي اسمك، عنوانك، رقم تليفونك، اسماء الاقارب. دي كده معلومات بتقعد معاك مده طويله. فقال لك نظريه التعلم بالفهم والاستبصار بتحتفظ بالمعلومات في الذاكره طويله المدى. يعني معنى كده ان انا عاوز اوضح لك حاجه، ان هنا في نسيان. قال لك لا، صعب النسيان، او ممكن نيجي نقولها بطريقه علميه اكثر، ممكن لا يحدث انطفاء. مش هيحصل للمعلومات هنا انطفاء، يعني مش هنسى المعلومات دي. اخر خاصيه من خصائص النظريه دي بيجي يقول لك ايه؟ قال لك ان التعلم يوجد لدى كافه الكائنات الحيه. التعليم هنا موجود عند كل الكائنات الحيه اللي موجوده عندنا. طيب، ولكن بدرجات مالها متفاوتة. ازاي؟ بص الجملة اللي هقولها دي، على حسب ارتقاء الكائن الحي. على حسب درجة ارتقاء الكائن الايه؟ الحي. طب مش فاهم حاجة يا مستر، تعالى ما انا افهمك، انا دوري ان انا افهمك بس انا عايزك تستحملني، معلش. فهنا دلوقتي التعلم يوجد لدى كافة الكائنات الحية. تعالى نمسك الكلمة دي. عندي دلوقتي وليكن قرد، وعندي كلب، وعندي قطة، وهنحط قبل القرد إنسان. قال لك دلوقتي التعلم موجود لدى كافة الكائنات الحية دي، ولكن بدرجات متفاوته. يعني ايه بدرجات مختلفه يا مستر؟ يعني انا هدي امر دلوقتي للكائنات الحيه اللي موجوده عند الاربعه دول ان هم يفتحوا الباب. اول واحد هيفتح الباب او اول واحد هيبقى عنده فهم وتعلم اكتر هو الانسان، ويليه القرد، طيب ويليه الكلب، القطه احتمال. فهنا بقى بالتالي التعليم موجود عند كل الكائنات، بس درجه التعلم بتبقى مختلفه لكائن حي لكائن اخر. يبقى احنا كده خدنا كام خاصيه مع بعض؟ 5 خصائص. تعال لما نشوفهم من الملزمه عشان ما تحسش ان في اختلاف ما بين الشرح وما بين الكتاب بتاعك. بص يا عم، نظريه التعلم بالفهم والاستبصار عند علماء الجشتالت. تعالى لما نختار لون يبقى ماشي مع الملزمة. أسسوا مجموعة من العلماء في ألمانيا، وكان العلماء دول واحد اسمه كوهلر وواحد اسمه كوفكا وواحد اسمه فيرتهايمر. العلماء دول يسمى بعلماء الجشتالت. تم إجراء التجارب الشهيرة على القرد، ووضع قرد داخل قفص ووضعوا في القفص موزة، ودي القصة اللي أنا لسه حكيها. طب إيه اللي وصلوا ليه علماء الجشتالت؟ قال لك دلوقتي حينما تقرأ كلمة مثلا الإدراك الكلي لم تقرأها في البداية على أنها ألف ميم، ولكن تقرأها كأم ثم بعد كده تدرك أجزائها. التعلم لا يحدث لديهم في محاولة واحدة، ما بيحصلش عندهم غير في محاولة واحدة، تمام؟ تسبقها فترة تأمل وانتظار عشان بيعتمد على حاجة اسمها الفهم. تتضمن عملية تنظيم للموقف. فأنا دلوقتي بركز في الدرس وبعد كده بروح أقعد أحل. هل بقعد أسمع الدرس أكتر من مرة؟ لا، هي مرة لو أنا فهمته هعرف أحل. مثال: القرد لم يدرك الصناديق والعصا على أنها أدوات للتسلية، ولكن أدركها على أنها أدوات للوصول للهدف. انزل معايا على الخصائص بتاعتنا على طول. الانتقال من مرحلة ما قبل الحل، ليه لسه مرحلة التعلم، إلى مرحلة الحل هو انتقال مفاجئ. خلاص اتعلم فيعرف يحل. التعلم بالاستبصار في أغلب الأحيان خالي من الأخطاء. ليه؟ لأن هو بيعتمد على الفهم وليس الحفظ. بعد كده تالت حاجة قال لك التعلم بالاستبصار يظل محتفظا للمعلومات لمدة طويلة. فهنا بالتالي لما انا اجي اسمع درس وافهمه كويس هفضل فاكره على طول. بالتالي دلوقتي انت لما خدت درس في العلوم بيدرس الفلزات واللافلزات، المدرس لو عرفك ايه هي الفلزات وهي اللافلزات فانت هنا دلوقتي عمرك ما هتنساهم.
قال لك يستطيع الفرد تطبيق انماط التعلم بالاستبصار بسهوله. ركز على الجزئيه دي لان انا ما كتبتهاش. قال لك في المواقف المشابهه، قال لك انا دلوقتي والله ممكن اطبق الشيء اللي انا فهمته على المواقف المشابهه. طب تعالى لما اديك مثال، لو انا دلوقتي والله اديتك قاعده في الانجليزي بتتكلم عن فيرب تو بي، هقدر استخدمها في الموقف المشابه ان انا اقدر احل على اي سؤال فيه ام واز وار زائد الفيرب زائد اي ان جي. او مثلا لو اديك مثال اقرب للكلام ده كله، لو انت خدت قاعده نحويه، اقدر ساعتها ان انا استخدم القاعده النحويه دي ان انا اطبقها على الشيء المشابه، ان انا اقدر استخدمها في القراءه او في الكتابه. فقال لك دلوقتي نظريه التعلم بالفهم والاستبصار يستطيع تطبيقها في المواقف المشابهه، ودي عندنا اسمها انتقال اثر التعلم. طيب التعلم بالاستبصار موجود لدى كافة الكائنات الحية، ولكن احنا لسه قايلينها واحنا بنشرح، ولكن بدرجات متفاوتة على حسب درجة ارتقاء الكائن الحي. زي ما قلت لك عندنا كلب وقطة وقرد، كل واحد بيتعلم بس بدرجات مختلفة. آخر حاجة لا يحدث انطفاء، يعني مفيش نسيان في نظرية التعلم بالفهم والاستبصار. ليه؟ عشان بتحتفظ بالمعلومات في الذاكرة طويلة المدى. تعال لما نشوف نظرية التعلم بالفهم والاستبصار بقدر ازاي اطبقها في نظريات التعلم، او ايه هي التطبيقات التربوية للنظرية دي. يتم التعلم عن طريق الفهم والإدراك المعنى وليس الحفظ. مفيش حفظ عندنا حاجة رقم واحد اسمها فهم، لأن الفهم بيحتفظ بالمعلومات لمدة أطول. ضرورة إعادة تنظيم الخبرات، لازم أهم حاجة في تنظيم للمعلومات دلوقتي اللي هو فترة زمنية صغيرة قبل الحل. تمام؟ قال لك بطريقة كلية وجديدة، زي القرد الأول أدرك دلوقتي الصندوق الأول بطريقة كلية، ثم بعد كده بدأ يستخدم كل حاجة للوصول للهدف. فهنا دلوقتي لازم هنا دلوقتي بيبقى فيه فهم الفترة زمنية قصيرة ثم الفعل. التعلم وفقا لهذه النظرية يعتمد أساسا على الإدراك، لذلك يجب تحديد وتوضيح العلاقات التي ترتبط بها، دي اللي احنا لسه واخدينها قبل كده اللي هي انتقال أثر التعلم. ضرورة الاستفادة من المعلومات والمعرفة في المواقف الجديدة، وتوضيح أوجه التشابه بينهما، وما هو جديد في مادة تعليمية وما هو سابق. زي ما جيت قلت لك خدت فيرب تو بي قبل كده، ده خدته قبل كده في رابعة ابتدائي، ممكن لو خدته في ثالثة ثانوي أطلع أوجه الشبه وأوجه الاختلاف ما بين التعلم القديم والتعلم الجديد. التعلم يحدث نتيجة الإدراك الكلي للموقف وليس نتيجة إدراك أجزائه المنفصلة. يبقى أنا بدرك الشيء ككل الأول وبعد كده كمجموعة أجزاء. زي التعلم في القراءة والكتابة بطريقة كلية اللي هي طريقة اللي أنا أقرأ الكلمة الأول بدلا من الحرف اللي هي الطريقة الجزئية. دلوقتي هنخش على آخر نظرية من نظريات التعلم، يبقى كده خلصنا مع بعض نظرية التعلم اللي هي نظرية التعلم الشرط الكلاسيكي، ونظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، والتعلم بالفهم والاستبصار. آخر نظرية ناخدها دلوقتي اللي هي نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات. بص يا عم، نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات دي اللي عاملها عالم عندنا اسمه نورمان. نورمان النهارده هيعلمنا ازاي نجهز معلومه وازاي نقدر ان احنا نعرف طريقه تكوين المعلومه. انا دلوقتي قاعد بديك درس، فانت قاعد بتسمعني واحيانا ممكن تكون بتكتب معايا او بتخطط ورايا في الكتاب او الملزمه اللي معاك. طب هنا دلوقتي انت بتعتمد في رقم واحد ان انت بتسمعني وشايفني ومشغل مخك معايا. فانت هنا دلوقتي بتعتمد على طريقه، هل اسمها طريقه التسجيل او التخزين، ولا بتعتمد على طريقه اسمها طريقه الاستقبال؟ قلت لي اسمها طريقه الايه؟ الاستقبال. فاحنا هنا دلوقتي شروط التعلم او خصائص التعلم او خصائص تجهيز المعلومه، اول خاصيه عندنا اسمها خاصيه الاستقبال. ايه هي الاستقبال؟ الاستقبال دوت بيعتمد بالدرجه الاولى على حواس الانسان. طيب بيستقبل منين؟ قال لك دلوقتي انا ممكن اكون بستقبل من العالم الداخلي، اذا كانت دلوقتي انا بطني وجعاني او مخي او عقلي مصدع او هنا دلوقتي في اي حاجه داخليه تعباني، انا دلوقتي ممكن استقبل الحاجات دي، بستقبلها من العالم الداخلي. طيب انا قاعد بسمع الدرس، بسمع مستر احمد الشاذلي اللي هو بيشرح درس علم النفس دلوقتي، انا بستقبل معلومه منين؟ من العالم الخارجي. فالاستقبال قال لك هي استقبال المعلومات من العالم الداخلي او من الخارجي عن طريق الحواس. فهو ايه؟ يتم من خلال استقبال الفرد للمنبهات او المثيرات او الوارده من العالم الخارجي من خلال الحواس. طيب بعد كده وانا بشرح الدرس ممكن دلوقتي اقول الكلمه تفضل معلقه في دماغك، فانت تعرف ان مستر احمد قال الكلمه دي اثناء شرحه درس نظريه تعلم لتجهيز المعلومات.
فانا فضلت معلم الدرس ده بالجمله دي. فهنا دلوقتي فضلت معلم الدرس ده بالجمله دي، ده اسمه ترميز. طب وضحها اكتر يا مستر احمد. يعني ترميز زي مثلا ممكن اسجل رقم تليفون عندي، والله عندي طالبه اسمها مريم، فعاوز اسجل رقم مريم عندي. طب مريم ده بتحضر معايا في سنتر ايه؟ هنقول بتحضر معايا في سنتر VIP. طيب فانا اقول مريم ثالثه ثانوي سنتر VIP. طيب انا دلوقتي اديت مريم ترميز او رمز ان هي موجوده في السنتر ده، فهنا دلوقتي ده اسمه الترميز. يتم اضفاء او اعطاء معاني ذات دلاله محدده للمدخلات الحسيه في الذاكره، ان انا بدي مع المعلومه اللي داخله للذاكره دليل او رمز اقدر افتكر بيه. يبقى انا دلوقتي عملت رقم واحد، عندنا حاجه اسمها استقبال، تاني حاجه ترميز. طيب بعد كده انا عاوز اخزن المعلومه دي او عاوز احفظها، هحفظها فين؟ هل المعلومه دي هقدر انساها بسرعه؟ ممكن احفظها في الذاكره الحسيه او الذاكره قصيره المدى. طب المعلومه دي انا عايزها في الامتحان، فممكن احفظها في الذاكره طويله المدى لحد ما اخش الامتحان. فهنا دلوقتي انا بعمل عمليه اسمها عمليه الاحتفاظ، وعمليه الاحتفاظ دي يتم من خلالها الاحتفاظ بالمعلومات او تخزين المعلومات في الذاكره، ويختلف مستوى الاحتفاظ باختلاف نوع الذاكرة. طيب هنا دلوقتي أنا المعلومة اللي بستقبلها بتحتفظ في الذاكرة، بس كل معلومة بتختلف على حسب نوع الذاكرة. طيب أنا دلوقتي دخلت الامتحان، عاوز بقى ابتدي ان انا استخدم المعلومات اللي انا حفظتها طول السنة، فبعمل عملية اسمها عملية الاسترجاع او استدعاء المعلومات التي تم ترميزها وتخزينها وحفظها. قال لك دلوقتي ايه هو الاسترجاع؟ يتم من خلال استدعاء المعلومات، ببتدي ان انا ارجع المعلومات الايه والخبرات السابقة اللي انا عملتها في الماضي التي تم ترميزها وتخزينها. كده انا عرفتك ايه هي خصائص تكوين المعلومة او ايه هي شروط تجهيز المعلومة. تعالى بقى لما نشوف مع بعض ايه هي عندنا قوانين التعلم في هذه النظرية. نورمان عمل لنا 3 قوانين للتعلم في نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات. أول قانون اسمه قانون العلاقة السببية، تاني قانون اسمه قانون التعلم السببي، تالت قانون اسمه قانون التغذية الراجعة. تعالى لما نشوف كل حاجة عندنا بتتكون عن ايه او بتتكلم عن ايه. تعالى بس لما افهمك الأول يعني ايه علاقة سببية. قعدتك ليا دلوقتي وانت قاعد بتسمعني ومركز معايا، انت بتسمع كده مش عشوائي او مش تلقائي، اكيد عندك هدف عاوز توصل ليه، اللي هو انت عاوز تفهم الدرس وعاوز تعرف تحل. فهنا انت عاوز توضح لحاجة ان كل فعل انت بتفعله ليه علاقة وليه هدف انت عاوز توصل له. هكذا انا عاوز اطلع رخصة، فانا دلوقتي لازم شرط اساسي اكون بعرف اسوق، فهنا في علاقة سببية ما بين السواقة والرخصة اللي هو تعليم السواقة. طيب انا دلوقتي عاوز اتعلم اكون اسوق موتوسيكل كويس او اسوق المكن او السكوتر كويس، فشرط اساسي اكون بعرف اسوق عجل، ولو عرفت اسوق عجل هقدر اسوق الموتوسيكل. فدي اسمها علاقه سببيه. العلاقه السببيه ان اي فعل يقوم به الكائن الحي لابد ان يكون له هدف ما بين الفعل ونتيجته. تعال ما نشوف الكلام ده. العلاقه السببيه لكي يتعلم الفرد لابد أن تكون هناك علاقة واضحة بين الفعل والنتيجة أو المثير والاستجابة. زي عاوز أنجح فهذاكر، زي مناخ مصر كويس ده بيرجع للموقع الجغرافي، ده كده هناك علاقة سببية، علاقة واضحة السبب للشيء ده إيه. طيب ايه هو التعلم السببي؟ التعلم السببي دلوقتي انا خلاص بعد ما عرفت ان انا عشان انجح لازم اذاكر، فهبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ ده اسمه علاقه سببيه. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هبتدي ان انا ابعد عن زمايلي اللي بيعطلوني عن المذاكره، وهبتدي ان انا اهتم بالناس اللي هتشجعني عن المذاكره. طيب دي حاجه. انا دلوقتي عاوز اكون جسم كويس، فهبتدي ان انا اروح الجيم، ده اسمه علاقه سببيه. فهبتدي تاني حاجه اعملها في التعلم السببي ان انا ابتدي ابعد عن الاكل الغير صحي وهميل للاكل الصحي، ده اسمه تعلم سببي. فالتعلم السببي بينقسم عندنا لجزئين. قال لك يميل الكائن الحي لتكرار الشيء المرغوب، ويميل الكائن الحي الى تجنب الاشياء الغير مرغوب فيها. زي على فرض انك ركبت العربيه وحسيت انك مش مرتاح، فده من وجهه نظر سورندايك عدم ارتياح، فبالتالي مش هتكرره ولا هتعمله. اما لو اتعلمت القياده هيفيدك في شغلك وانت كارهه فتتعلمها
لان نتيجته مرغوبه. لو انا والله دلوقتي بتعلم سواقه العربيات غصب عني وبدون هدف، فده دلوقتي ممكن اقول عدم ارتياح او مش مرتاح في سواقه العربيات. لكن انا دلوقتي لو اتعلم سواقه العربيات بسبب ان انا عاوز اشتغل بالعربيه دي، فانا لازم اتعلم لان انا عندي سبب للكلام ده كله، فهضطر ان انا اتعلمها. دي اسمها التعلم السببي. مثال اكتر، الطالب الذي يمارس الرياضه باستمرار هو في نفس الوقت يتجنب ان يشتري الاطعمه من بائع الجائلين ويميل للاكل الصحي، يبقى بيبعد عن الاكل الغير مرغوب ويميل للاكل المرغوب. اخر حاجه عندنا قانون اسمه قانون التغذيه الراجعه. هو قانون التغذيه الراجعه او المعلومات الراجعه او الفايده من الدرس. انت دلوقتي اي حاجه بتعملها في حياتك بتوفر لك معلومات. يعني جيت سمعت الدرس اداك معلومات، رحت اشتغلت خدت فلوس، عملت اي فعل طلع لك نتيجه، رحت الجيم كونت جسم كويس. فاي حاجه بتعملها بتوفر لك كم من المعلومات، فنتيجه الفعل ده عندنا في علم النفس اسمه تغذيه راجعه. تغذيه راجعه. ايه هي التغذيه الراجعه؟ يشير هذا القانون الى ان نتائج اي عمل تؤديه او فعل تفعله او حدث يوفر لك كما من المعلومات. قال لك هذا ايه بقى؟ هذا المعلومات او هذه المعلومات تسمى بالتغذيه الراجعه المعلوماتيه، تفيدك في تصحيح المسار وبالتالي لا يحدث اخطاء ويحدث التعلم. انا بكده خلصت معاك نظريات التعلم بجميع انواعها، وخلصنا الاربع نظريات: نظريه التعلم بالمحاوله والخطا، الشرط الكلاسيكي. خلي بالك النظريتين دول نظريتين قدام جدا. وبعد كده خدنا عندنا نظريه التعلم بالفهم والاستبصار، نظريه حديثه بتتميز عن باقي النظريات الاخرى لان دي النظريه الوحيده اللي بتعتمد على الفهم والادراك، مختلف عن باقي النظريات الاخرى اللي كانت بتعتمد على المثير والاستجابه. وبعد كده خدنا عندنا نظريه التعلم وتجهيز المعلومات، ودي نظريه حديثه برضه. انا كده خلصت معكم حلقه النهارده. كان معكم مستر احمد الشاذلي، مدرس الفلسفه وعلم النفس. سلام. عايز حد يفصله عشان ابتدي الجزء التاني. نفصل ده وهنبتدي بقى اخر حاجه.